يا اهلا وسهلا بكل متتبعي قناه توب سهام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو كيف العاده ان شاء الله في احسن الاحوال. حلويات العيد، جوج ديال الحلويات بطريقه مبسطه، حلويات مغربيه تقليديه غريبه البهله وغريبه المعلكه بكاوكاو. خلينا واحد المذاق وواحد الصوره ديال الحلوى اللي رائعه جدا. هو اول حاجه هو هذا السر ديال واحد زلافه ديال الدقيق اللي كتكون محمره بحال اللي كنستعملو في السلو او الصفوف. كنحمروها حتى كيرجع هذا اللون ديالها هكا ذهبي، وهي اللي غادي نستعملو ان شاء الله. فاحنا غادي ناخذو هكا واحد 250 غرام ديال المارغرين اللي يكون بحراره المطبخ، كنقطعوها وكنضيفوا ليها زلافه ديال السكر، زلافه ديال الزيت، وهاد المكونات كنخدموهم كيف ما كتشوفوا معايا هكا بالميكسور باش ما كنتعذبوش ونبقاو عاد كنخدموا باليد. هكا كنخدموها بالميكسور حتى كينسجم هاد الخليط. كتكمل كيف ما كتشوفوا هكا في الخفق حتى كيرجع الخليط كريمي، وكنضيفوا باقي المكونات شويه بشويه. كيرجع على هاد الشكل، ما كتبقاش الزبده باينه، كترجع هكا بحال الكريم. وغادي تضيف هكا واحد زلافه اللي ما عمرش ديال اللوز اللي كيكون محمر مزيان ومطحون. داك اللوز اللي مطحون مع داك اللون ديال الدقيق اللي حتى هو محرق عفوا اللي محمر مزيان كيعطينا اللون الذهبي ديال غريبه البهله. صافي كتكمل بحال هكا. كنديروا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه مع شويه ديال الملح اللي تصحيح الذوق، واحد فاني، وزلافه محمره ديال الطحين او الدقيق. حنا باقي غادي نزيدو الدقيق، ولكن ديك الزلافه كتكون محمره عاد كنضيفو الدقيق. تقريبا في المجموع كتاخد هاد غريبه واحد الكيلو ديال الدقيق ما بين المحمر والدقيق العادي. صافي كتستمر في الخلط ديال هاد العجين، وغادي تضيف جوج ديال الخمارات حمرين. ومن اسرار هاد البهله دائما انها من بعد ما غادي تعجنها مزيان كيف ما كتشوفوا كتبغي انها تعجن مزيان، غادي تدوزها كامله في واحد السيار اللي غادي تحكها مزيان. من بعد ما غادي تدوزها كامله في السيار غادي تعاود تعجنها واحد جوج ديال الدقائق حتى لثلاثه ديال انها كتعاود تنسجم، وكتبقى هاد العجينه قاصحه. يعني راه ما كنخليوهاش مرخوفه بزاف، راها كتكون قاصحه باش فاش كتبغي تشكلها راه بحال غير كتلصقها واحد شويه. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه. من بعد ما دوزتها في السيار كامل كتعاود تعجنها بهذه الطريقه. ولدابا غادي تبدا كتجمعها هكا على واحد الشكل ديال الكرات اللي كتكون شويه كبيره، وانا قلت لكم راه كتكون قاصحه. صافي من بعد ما كملات فشعلت الفران اللي كيسخن شي شويه من قبل. ودائما الغريبه البهله كتشقق من الوجه ديالها، كطيب من الوجه ديالها هو الاول، وإلا كان الفران كيشعل من الفوق ومن التحت كيكون احسن. غادي تشقق من الوجه ديالها وفي نفس الوقت راها كطيب من التحت. كنحاولوا ما نبقاوش نحلو عليها الفران بزاف باش كتشقق مزيان وكتجي ناجحه. صافي من بعد ما كتشقق وكتشد راسها كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال غريبه البهله. كتجي رائعه جدا. في هذه الوقيته ان شاء الله حنا غادي ندوزو نوجدو
غريبه الثانيه المعلكه اللي كتجي رائعه جدا بمذاق خيالي، وغادي نحتاجو فيها كنحاول هنا نوريكم كيفاش كتشقق مزيان قبل ما ندوز نوجد معاكم غريبه ثانيه. صراحه راه كتجي خطيره جدا. بالنسبه للغريبه المعلكه فهي كتحتاج فيها 8 ديال البيضات، زلافه ديال السكر، زلافه ديال الزيت، 2 خمارات بيضين ديال الفاني، ودائما هادشي كامل كتخدموه بالميكسور. كتخدموه بالميكسور حتى كينسجم هذا الخليط مزيان، وكنضيفوا باقي المكونات. هنا غادي تستعمل الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو يكون لون هكا غامق مزيان، 2 ديال المعالق كبارين، والمعلقه الثالثه ما كتكونش عامره بزاف، نقدروا نقولوا تقريبا 3 ديال المعالق، الثالثه ما كتكونش عامره مزيان. هنا عندنا الكونفيتير ديال الحلويات اللي كيكون خفيف، غادي تستعمل 4 ديال المعالق كبار، وكتخدم المكونات كيف ما كتشوفوا. وشكرا لأم صلاح على مشاركتها معنا لهاد الحلويات. صافي كتخدم هنايا كيف ما شفتوا. عندنا هنا كيلو ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون، غنضيفو نص كيلو ديال الكوك اللي يكون من النوع الممتاز، والكوك كيبقى على حسب كل واحد يقدر هاد الكوك تدخل داك نص كيلو كامل فيها، يقدر يبقى ليك شي شويه ديال الكوك، كيبقى على حسب النوعيه ديال الكوك. المهم حنا هنا خدات معانا نص كيلو ديال الكوك. صافي كتخدم المكونات مزيان، وغنضيفو 2 ديال الخمارات حمرين. كندخلو دوك الخمارات حتى كنحصلوا على هاد العجين كيف ما كتشوفوا. هنايا خدينا سكر ثقيل، سكر كلاصي، قرقاع وماء الزهر. دائما كدوزي يديها في ماء الزهر وكدير كل غريبه في سكر كلاصي، وكنأكدوا ان السكر كلاصي كل غريبه خصها تهز مزيان سكر كلاصي. من بعد كنديروا التزيين بدوك الحبات ديال القرقاع، وكندخلوها الفران. دائما الوجه كيكون هو الاول حتى كيتشقق الوجه، عاد كطيب من التحت. الا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي ليا واحد لايك وواحد تعليق الا كان عجبك هذا الفيديو طبعا.